أنا عارف إن أنت اتفرّجت على قاتل الشياطين كتير، وعارف إن أنت اتفرّجت على ملخصات غيري، بس صدّقني أنا باقدّمه بطريقة مختلفة. اتفرّج أو اتفرّجي ومش هتندموا، هي دي البداية التمام. أخ شايل أخته وبيحاول ينقذها، طَب إيه اللي حصل بقى؟ وتانجيرو البطل بتاعنا طيب، جدع، أجدع من السقا خلّي بالك، بينزل علشان يبيع الفحم، بياكل عيش في قرية كده جنب الجبل اللي هُم قاعدين فيه. المهم بيبقى في مشاكل وكده، بس هو الواد زي ما قُلت لكم خدوم، أي حد بيلجأ له في مشكلة بيحلّها. ليه بقى؟ علشان هو سالك، يرجع بعد ما يكون باع الفحم اللي معاه كله، بس هيكون الدنيا ليلت، فواحد هيطلع يقول له إيه: أنت مش خايف يطلع عليك قطاع طرق؟ قال له: ما باخافش، قال له: تعالَ بس الليل طويل، خش استريح وابقى امشي الصبحية، الصباح رباح، ويتكلموا بقى عن الشياطين وإيه اللي بيحصل، كأنه قلبه حاسس يا عيني، لا وتبقى المفاجأة بتاعة الموسم، إيه هي بقى؟ أهله الله يرحمهم كلهم ماتوا، رجع لقاهم كلهم غرقانين في الدم، يا نهار أبيض! يلاقي أخت نوزوكو دي والّا نيزوكو، أنا عشان بس ما باتلخبط في الأسامي اليابانية معلش، هيلاقي أخته نيزوكو لسه عايشة وفيها الروح، بس قال ياخدها بقى لأقرب مدينة عشان يعالجها، وهو ماشي في الجبل البت بدأت إيه، تعُض، يا ساتر يا رب! في أخت تعُض أخوها! المهم راحوا واخدين بعضيهم وراحوا واقعين على بعض، بيدّيها كلمتين عن العيلة وكده، والبت بدأت تدمّع، الظاهر إن لسه فيها حتّة إيه، ما ماتتش، بيظهر سيّاف شايل سيف يعني وبيحاول إن هو يقتلها، سمّي البتاع ده أختك؟ قال له: آه أختي، أُمّال إيه؟ في غمضة عين يروح يخطف أخته من حواليه أو ما بين إيديه، هيحاول يقتلها ويقطع دماغها أو راسها، بس الواد بيقول له: استنى هي ما قتلتش حد لسه، شكل السياف اللي هو اسمه جيو هيعملها ويقتل نيزوكو، أخوها مرمي على الأرض بيحاول بيستسمحه يا عم الحاج ما تقتلهاش، ده آخر واحدة فاضلة في عيلتي، أرجوك هاعالجها، هاتصرّف، هاسفّرها ألمانيا، هاودّيها أي حتّة، المهم إن ما تعملش فيها حاجة، وأنا هاوعدك إنها مش هتقتل أي حد. المهم تانجيرو هيهاجم جاي، ما هو ما قدّاموش حل غير كده، هيعمل إيه؟ الراجل ماسك سيف وحاطّه على رقبة أخته، هيعمل إيه؟ يهاجم، ويعمل فيها يخفيها، بس طبعًا هيتضرب ضربة هيقع على الأرض، بس عمل حركة ذكية جدًا، خلّى الفاس تيجي من وراه، تحصل مفاجأة لا هي على البال ولا على الخاطر. الشيطانة راحت تحمي أخوها، أغرب حاجة ممكن تحصل نبدأ بيها قصتنا، أمّا جايو هيشوف كده هيستغرب الموضوع، وهيحاول إن هو يساعدهم، هيقول له: يا ابني خلاص روح لواحد اسمه ساكونجي عند جبل هيعلّمك ويفهّمك الدنيا ماشية إزاي بتاعتنا، يمكن تطلع بأي حاجة، بس وهتبدأ رحلة تانجيرو بقى وأخته نيزوكو. الله عليهم بُصّوا ألاقيهم هُم بيجروا كده cute أوي. تانجيرو هيروح يشتري سلة كده وكام عود، تقريبًا هيعمل بيت كده لأخته الصغيرة عشان تقدر تمشي معاه في النهار، عشان هي بتخاف من النهار، وطبعًا لسه ما يعرفش إن النهار ده بيأذي الشياطين، هيروح يشتريه من مزارع كده ويقول له ابقى إيه، هيصر إن هو ما يدّيلوش فلوس، هيدّي له فلوس بالعافية، بعد كده يقول له ادعي لنا دعوتين حلوين بقى. عايز أقول حاجة في النُص كده، إن الأنمي ده من أحسن وأقوى الأنميات اللي اتفرجت عليها في حياتي، تتدقلج جوّه الصندوق، طبعًا هتتدقلج دي كلمة مصرية إنها تخش جوّه الصندوق يعني، بتطبطب على دماغها ويقول لها good girl، لأ بيعاملها معاملة الكلاب، مش عارف ليه يا عم تانجيرو بتعمل معاه كده، طب برضه عيب، عيب، وهُم هيتمشوا هو وأخته، كأنه رايح بقى للمُعلِّم بتاعه، كأنهم ماشيين في رحلة، ماسكين إيد بعض وماشيين إيه، عمالين بإيه، رايحين يمين وشمال، لحد ما هيحصل مفاجأة، هيشم ريحة دم جاية من معبد كده، هيطلع هو وأخته هيبصوا هيلاقوا في شيطان عمّال ياكل في البني آدمين، يا ساتر يا رب! أول مرّة أشوف شيطان، تانجيرو أول مرّة يشوف شيطان، نيزوكو أول مرّة تشوف شيطان، آه والله. المهم الشيطان ده هياخد تانجيرو ويطير بيه، عايز بقى طبعًا ياكله، وأخته واقفة متسمّرة مش عارفة تعمل أي حاجة، يا بنتي روحي انقذي أخوكِ، أخوكِ بيتضرب ورا، أخته هتجري، 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 وراح شايطة دماغه كأنها بتشوط كورة ركلة حرة، راح مطيّرة دماغه، تانجيرو هيتفاجئ إن الدماغ بقت في حتّة والجسم بقى في حتّة، بس الدماغ بتتكلم، آمنت بيك يا رب، وهيقعد بقى هيرمي جسم الشيطان ده من عليه، المعركة اتقسمت لنصين، الجسم راح يقاتل نيزوكو، يخرب بيت الأسامي اليابانية، مش عارف بيتعبونا معاهم ليه، المهم الجسم بيروح يقاتل نيزوكو، والراس بتقابل إيه، تانجيرو، كل واحد بيقاتل على قد حجمه، أنت فاهمني، عشان نيزوكو طبعًا أقوى من تانجيرو فهي اللي واخدة الجسم، بس ده طبعًا دلوقتي، لسه تانجيرو بقى البطل بتاعنا لسه هيروح يتدرب وهيجمد وهيبقى ما تقلقوش عليه. تانجيرو هيعرف يحبس راس الشيطان في الشجرة، ويروح يجري ورا أخته، علشان يحاول إيه، ينقذها، وفعلًا هينقذها، هيرجع تاني بقى ويمسك سكينة ويحاول إن هو يقتل إيه،
الشيطان ده من دماغه. وهنا بقى هيظهر ساكونجي أوروكوروكوداكي. بص، هو ساكونجي هيظهر ويقول له: هو انت غلبان مفكر ان السكينة دي هتعرف تقتله؟ قال له: امال اقتله ازاي؟ قال له: هو انت ما عندكش مخ؟ ما هو معلش يا عم ساكونجي، ما هو جاي يتعلم منك برضه، يعني سهل عليه الدنيا شوية. هتظهر الشمس بقى وهتحرقه. وهنا هيتفاجئ المفاجأة التانية، يدور على اخته، هيبص يلاقيها دخلت استخبت في السلة اللي هو عاملها لها. عفريتة، قردة، عرفت تخش بسرعة قبل ما الشمس هي كمان تحرقها. وبعد ما اطمن على اخته هيرجع تاني للمعلم ده، فالمعلم ده هيختبره اختباره او مش هيختبره، هيقول له: انت بطيء قوي في اتخاذ قراراتك، لازم تكون سريع في القرارات، انت سبت الشيطان الشمس هي اللي تموته مش انت اللي موته، انت داخل على ايام ما يعلم بها الا ربنا، فانت لازم تاخد القرارات بسرعة. تقول له: يلا شيل اختك بقى وتعالى ورايا بقى عشان نبدأ الاختبار، هنحطك في اختبار. بصوا كده على سيكونجي وهو بيجري. دي راحت فين يا جماعة؟ دي راحت فين؟ هم وصلوا البيت كده، فتنجيرو بيقول له: هو انا كده نجحت في الاختبار بعد ما جريت الجري ده كله وانا شايل اختي؟ قال له: انا بس كنت جاي هنا علشان احط الوشاح اللي فوق دماغي، وهنطلع الجبل انا وانت نعمل الاختبار بقى. هيطلعوا هما الاتنين جبل كده، ويقول له: بص انا هستناك بقى عند البيت ده، بس احسن لك ما تجيش بعد الفجر. المهم تنجيرو هيبدأ يجري، وهيلاقي ان كله مليان فخاخ، فهيحاول ان هو يبعد. شجر هيضربه، هيقع في حفر، مش هيبقى عارف يعمل ايه. بيبدأ يركز ويستخدم حاسة الشم القوية اللي عنده، بإنه يعرف أماكن الفخاخ دي ويحاول إن هو يبعد عنها، زي الكلاب البوليسية بالظبط. عيني ده خد شوية ضرب، بس نجح وعرف يوصل قبل ما الفجر يأذن. المعلم بقى بيديله الدرس النظري، بيقول له إن إحنا جمعية مش معترف بيها من الحكومة، بس إحنا شغالين بقالنا كتير، إحنا بنصطاد الشياطين دي، القائد بتاعنا مش معروف، الشياطين بتموت إزاي؟ بسيف من مادة خاصة أو من الشمس. الموضوع سهل وبسيط. عرفوا إن ده تدريب علشان يروح بقى الاختبار النهائي أو الاختيار النهائي، علشان يقدر ينضم لقاتلي الشياطين. حاسة الشم عنده هتقوى، هيبدأ ينزل بسهولة، بس برضه بيظهر له فخاخ جديدة، وهو طبعا بيحاول إن هو يتفاداها. بدأ بقى يشيله سيف وهو كمان بيتدرب علشان يتعود عليه. بص، بدأ يعلمه بقى أشكال التنفس أو تنفس الماء، اللي هو يبدأ يستخدمها بعد كده في المبارزات أو القتالات اللي هي مع الشياطين. يا عيني الواد ده اتمرمط في التدريبات، اتمرمط. بعد كده هيروحوا عند شلال ويخليه يمثل المشهد بتاع أحمد السقا في فيلم أفريكانو. وبعد سنة من التدريبات قال له: أنت كويس بقى كده، أنا ما عنديش حاجة تانية أديها لك، في كل اللي جاي كده بقى أنت مع نفسك. هياخد المعلم ويوديه عند صخرة. قال له: لو أنت عرفت تكسر الصخرة هتروح الاختبار النهائي. بيقول له: إزاي صخرة وأنا سيف؟ إزاي؟ اخد بعضه وماشي المعلم. قعد 6 شهور بقى المعلم بيحاول ان هو يقطع او يكسر الصخرة ومش عارف، ايديه باظت. فجأة هيظهر له واحد كده، هيبقى قاعد على الصخرة ويقول له: انت خلي بالك، انت ما بتضربش ضربات رجالة، عشان تكسر الصخرة لازم تبقى تضرب ضربات رجالة. بيستفزه، بيحاول بقى يدخل قتال بقى مع الواد اللي ظهر على الصخرة، بس الواد طبعا أسرع وأقوى وأحسن منه في كل حاجة، فتنجيرو ظهر زي البطيخة بالظبط قدامه. هتظهر واحدة بقى تانية، وتبدأ بقى تعلمه الصح، ازاي يتنفس، ازاي يمسك سيف، ازاي يعمل حركات، وهكذا. قالت له: بص علشان ما تبقاش بطيخ، اتعلم معايا. بصراحة يمكن من أكتر الحاجات اللي بتحببني في الأنميات عموما عدم استسلام البطل، بيديني حماس كده، بيخليني ببقى عايز أقوم أخلص الشغل اللي ورايا. يقعد 6 شهور كمان يتعلم بقى ويتدرب وكده، لحد ما شعره يطول. عشان ليه بقى؟ عشان ما بيروحش عند الحلاق. وبحركة واحدة لما كان بيقاتل بقى سابيتو المعركة الأخيرة، بحركة واحدة عرف يكسر قناعه. بس اتفاجئ إن هو ما كسرش القناع، ده كسر الصخرة نفسها. والله وبقيت جامد يا عم تنجيرو، والله وبقيت جامد. هو أنت لسه ما اشتركتش؟ يلا اشترك يا صاحبي، يلا خلينا نكمل. المعلم هيظهر بعد ما تنجيرو يكسر الصخرة، يقول له: جدع، كان عندي ثقة فيك بس ما رضيتش أقول لك، تعالى بقى أكلك أكلة حلوة بقى وأعشيك عشوة حلوة كده، ونقعد نتكلم مع بعض ونحتفل. بعد ما يخلصوا أكل هيقول له برضه إن الشياطين بتقوى لما بتاكل أكتر، كل ما بتاكل بني آدمين أكتر كل ما بتبقى أقوى أكتر، فخلي بالك بقى يا تنجيرو. المعلم هيديله قناع كده ويقول له: خد البسه علشان إيه؟ في تعويذة هتحميك، عشان مش هقدر أبقى معاك طول الوقت. أخته لسه نايمة، نيزوكو لسه نايمة نوم تحس إنها ما نامتش بقالها 3 سنين. جيرو بيروح مكان بقى الاختبار الأخير، بيلاقي مجموعة تانيين موجودين، بيلاقي 2 واقفين، وهيبدأ يقولوا لهم: انتوا هتخشوا هتقعدوا 7 أيام في الغابة، لو خرجتوا منها أحياء انتوا نجحتوا. ده لو بقى. كان جيرو بيفكر بذكاء، أنا قلت الولد ده ذكي، قال: أنا هروح ناحية الشرق عشان الشمس لما بتطلع يكون موجود، بحيث إن هو إيه،
عارف إن الشياطين كده بتتحرق من الشمس. هيظهر له شيطان، بعد كده شيطان تاني هيتخانقوا على بعض على مين اللي إيه، اللي هياكل تانجيرو. بس تانجيرو إيه، كأنه بالنسبة له الاتنين دول كأنه إيه، تسليك سنان كده. وبحركة من حركات تنفس الماء بيقدر يضرب الاتنين ويقطع رقبتهم في ضربة واحدة. مش قلت لكم بقى جامد الواد ده؟ ملوش حل. بعد ما يقتل الاتنين دول هيشم ريحة كده مش كويس، هيستخبى ورا شجرة كده ويبص، هيلاقي إيه، وحش كبير أوي اسمه شيطان اليد. عنده أيادي كتير أوي، ده تقريبا واكل له بتاع 47 48 50 واحد. بيجري ورا واحد من اللي داخلين الاختبار، وماسك واحد تاني بإيده وبيجري وراه بقى علشان ياكله. ولما كان اللي كان في إيده فعلا حجمه زاد شوية، كلام ساكونجي صح، مسك الواد التاني ولسه هياكله. تانجيرو اتخلص من التوتر اللي كان فيه والخوف، ونط نطة جاب إيده بيتعرف بقى على القناع اللي حطه تانجيرو. وبيسأله هو احنا في سنة كام؟ بيقول له ليه، هو انت هنا من امتى؟ قال له ياه، ده انا بقالي زمن هنا. وبسبب ان ساكونجي هو اللي حبسه هنا، فهو بيتلذذ وبيفرح لما بيقتل التلاميذ بتاعته. قتل بتاع 12 13 واحد، وبيقول له انت اللي هتبقى ال 14 يا صاحبي. قال له الكلام ده هناك مش عندي، انا بطل المسلسل ده وانا مش هموت، اكيد مش هموت من رابع حلقة. تانجيرو دمه بيفور لما يعرف ان ثابته ومكومه الشيطان ده كلهم، وهيجري بقى تانجيرو عشان يخش معاه في قتال. وبضربة واحدة قوية هيطير تانجيرو ويخبطه في الشجرة والقناع هيتكسر. ها، فاكرينه؟ قال لك مش هيتكسر، قال لك تعويذة للحماية واتكسر. والواد الجبان اللي تانجيرو أنقذه في الأول جري، قال لك أنا هجري بقى عقبال ما هو ياكل في تانجيرو. صحيح، خير تعمل شر تلقى. تانجيرو هيقدر يقوم بسرعة قبل ما الشيطان يقدر يديله ضربة كده ويكون فاق، ويبدأ بقى الموضوع يشعلل ويلعلع. يلا بينا بقى. كل ما بيحاول يقطع دراع من دراعاته بيرجع تاني. فهو الحل ايه بقى؟ الحل ان هو يقطع رقبته. بس هيقطع رقبته ازاي؟ مش عارف. الشيطان كان بيحاول يضربه من تحت الارض، بس تنجيرو عشان عنده حاسة شم قوية عرف ان الضربة جاية من الارض. طار فوق، طار وراه بايديه. تنجيرو بيكتسب قدرة ان هو بيقدر يشوف الثغرة اللي موجودة في الشيطان اللي قدامه. وفعلا وهو طاير في الهواء ياخد نفس حلو، يجري، يدي ضربة سيف بتنفس الماء يطير الراجل. وبينجح فعلا تنجيرو في أول اختبار حقيقي في الاختيار النهائي ده. روح انت بقى يا سابوتو وماكومو ناموا وارتاحوا، وانا جبت لكم حقكم. بيفضل تنجيرو بقى في الجبل، وكل ما يقابل شيطان يفضل يقول له انا ارجع اختي بني ادمه ازاي، ارجع اختي بني ادمه ازاي. ما هم يا صاحبي لو عارفين يرجعوا بني ادم، لا الشيطان بني ادم ما كانوا رجعوا، هم كمان اكيد مش حابين الوضع يعني. لا 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 لا، بدأ ذكاؤه يقل. يعني كان ذكاؤه حلو في أول كام حلقة، بدأ ذكاؤه يقل تاني. وبس عرف يقضي ال7 أيام في الغابة. رجع بص لقى 4 بس هم اللي موجودين، كانوا داخلين بتاع حوالي 20 واحد، رجع 4 بس. بيظهر 2 كده بيعلموهم بقى وبيقولوا لهم مبروك إن أنتوا نجحتوا. دلوقتي هتختاروا خمل السيف، وكل واحد هيبقى معاه غراب عشان دي وسيلة التواصل اللي ما بيننا. ففي واحد عصبي كده مستعجل، أنا عايز السيف، أنا عايز السيف. إيه ده يا عم الشبح، قلنا السيف بياخد من 10 ل15 يوم، ما تستعجلش. وكله خد غراب ما عدا الواد ابو شعر اصفر، خد عصفوره. ومش عارف هو خد عصفوره ليه. بس هنشوف كل حاجه هتبان. بس وبعد ما يختاروا خامة السيف، تانجيرو بيرجع تاني بقى للمعلم بتاعه عشان يفرحه. بس بتحصل مفاجأة، لا أخته صحيت بتقول له تانجيرو أنت جبت لي سندوتش الشاورما؟ قال لها أنا كنت في كتار شاورمة إيه؟ هو ده وقته؟ المهم إن أنت كويسة يا حبيبتي. المهم خدوا بعض بالأحضان، وهم واخدين بعض بالأحضان راح جه المعلم هو واخدهم هو كمان بالحضن. قال له الحمد لله على سلامتك يا بطل. بيقول له أختك خلي بالك مش زي الشياطين التانيين، مش بتتغذى على البني آدمين بس، في مقابل كده بتنام. يعني كل ما تحتاج إنها تشرب دم بتنام أحسن يعني. المهم بعد 15 يوم بيجي الحداد ومعاه السيف. طبعا أنا هقول الحداد مش هقول اسمه عشان اسمه صعب، ماشي. عايز أقول حاجة، بيلبسوا ماسكات شكلها غريب أوي يا جماعة. والله العظيم شكلها غريب أوي. الحداد ده الماسك بتاعه غريب أوي. تنجيرو بيمسك السلاح وبيتحول للون الأسود. الحداد كان نفسه يشوفه لونه أحمر بس بقى أسود، هنعمل إيه؟ هي الدنيا كده. بس وهم قاعدين جاله غراب وقال له يلا يا بطل استلم اول مهمه. قال له انا لسه مستلم السيف. قال له حلاوه السيف الجديد، في شيطان بيخطف البنات في بلد في الشمال الغربي، يلا اتكل على الله. تنجيرو بيتشيك بيلبس الحته اللي على الحبل، راح اول مهمه بقى من قدك. والمعلم بتاعه عمل له صندوق علشان يقدر بقى يشيل اخته فيها. بيروح تنجيرو المدينه اللي المفروض يقتل فيها الشيطان، وبيلاقي واحد كده ماشي تايه في الشارع. فهيروح يسأله هو انت تايه ليه؟ يقول له اصل انا حبيبتي اتخطفت مني.
هيروح تانجيرو المكان اللي اتخطفت فيه البنت، آخر بنت يعني اتخطفت، وهيبدأ إيه، يشم كده يشوف في ريحة شيطان كان موجود والّا لأ، وفعلًا هيلاقي في ريحة بس إيه، ضعيفة أوي. هيفضل بقى يشمشم طول المدينة، الناس كلها تفتكره مجنون. الشيطان شكله عنده قدرة إن هو يتحرك تحت الأرض، ففي واحدة كده بتقول: "هو إيه اللي حصل للبنات اللي اتخطفت؟" سبحان الله، هتتخطف هي كمان. روحي اعرفي بنفسِك بقى. تانجيرو بسبب حاسة الشم القوية اللي عنده، هيشم ريحة الشيطان، هيجري، هيجري، هيجري لحد ما يروح مكان كده بس مش هيلاقي حد، بس الريحة لسه موجودة. هيعمل إيه بقى، هيطلّع السيف وهيضرب كده في الأرض علشان إيه، يشوف الشيطان ده فين، وفعلًا يفتح مكان كده ما بين الأرض وما بين المكان اللي فيه الشيطان، ويقدر إن هو ياخد البنت من إيده. المهم نرجع للخناقة بقى اللي ما بينه وما بين العفريت اللي بيخطف البنات. هيبُص هيلاقي في 3 طلعوا من تحت الأرض، هيضرب ضربة برضه من تنفس الماء، بس هيقطّع عادي بس مش هييجي ناحية الرقبات، فكده هو ما حصلش حاجة، كده ضرب على الفاضي. الواد اللي خطيبته اتخطفت منه هيقول له: "رجّع لي خطيبتي، رجّع لي خطيبتي." هيقول له: "بُص يا صاحبي، لو خطيبتك الدبوس بتاع الشعر بتاعها موجود في دول، يبقى كده إحنا اتعشينا بيها امبارح. أنت أكيد مش بني آدم، أنت أكيد شيطان." وتانجيرو بيهاجم واحد من تحت الأرض، فجأة يظهر واحد من على جنب الحيطة، يبعد عنه يظهر واحد من وراه، بس مين بقى اللي ينقذه المرة دي؟ أخته، تطلع من جوّه الصندوق تدّي ضربة تطيّر الواد. أخته دخلت معاه الخناقة، قشطة أنا باحب كده. هيسيب أخته تحمي الاتنين اللي كانوا معاه فوق، ويقول لها أنا هانزل تحت الأرض بقى عشان أشوف قصة الاتنين اللي تحت دول. هينزل هيلاقي الدنيا مليانة بقى لبس الناس إيه، قتلهم قبل كده. بس الشيطان هيبقى مفكّر بقى إن هو مش هيعرف يشتغل تحت المَيّة، لكن صاحبنا بقى واخد التدريبات بتاعته في المَيّة، فأول ما هيقرّبوا منه هيعمل ضربة سيف تعمل دوّامة تقطّعهم، وياخد بعضه ويخرج على طول، عشان يشوف أخته بقى بتعمل إيه فوق. لمّا نرجع فوق بقى نلاقي نيزوكو بتتخانق مع الشيطان التاني، وتقريبًا كده هي خدت الحزام الأسود في الكاراتيه، بتقدر تضرب الشيطان وخلاص الشيطان لسه بقى هيضربها ضربة كده، فالمهم راح أخوها بقى طلع من تحت الأرض راح إيه، قاطع إيديه، قال له: "اوعى تمد إيدك على أختي، اوعى." تانجيرو بقى هيقعد يسأله عن موزان ده ويعرف إيه عنه، بس الشيطان مش هيقدر يقول له أي حاجة خالص، عشان خايف، خايف منه أوي. تانجيرو بقى هيفقد الأمل فيه، قال له: "أنت ما لكش فايدة." راح قاطع رقبته. هيلاقي أخته نامت طبعًا عشان خلاص بقى خلّصت المعركة فبتريّح شوية، هيحطها في الصندوق ويروح يطمن على الواد والبت. أول ما خلّص مهمته دي لسه ماشي، لسه ماشي، جاله غراب بيقول له: "يالّا روح بقى على مهمة تاني." يا عم طب ألحق طيب آكل لقمة، أعمل أي حاجة، ما فيش. هيروح بقى المدينة، طبعًا هيتوهم بقى من شكل المباني والزحمة والأنوار، هو كان في قرية وكده أو كان في جبل فما كانش يعرف الحاجات دي إنها موجودة. أو إن الناس اتطوّرت كده. هيروح هو وأخته بقى يطلب أكل كده ياباني تقليدي، ما أعرفش اسمه إيه، المهم بقى إيه، هيشم ريحة كده غريبة، الريحة دي هو اللي شمّها لمّا رجع لقى عيلته إيه، اتوفت الله يرحمه. طب هيعمل إيه بقى، هيجري في وسط الناس، هيحاول يشوف مين صاحب الريحة دي، أوه! ده وصل له بجد، ده طلع مُزان، إيه ده، ده بس بدري أوي، يعني إيه ده الخناقة دي هتحصل من بدري كده؟ هو الخناقة دي لو كانت حصلت ما أكيد موزان كان هيقتله، لإن أكيد موزان قعد 1000 سنة، فأكيد قتل ناس كتير، بس أكيد الموضوع مش هيخلص على كده. إيه ده! بنت! بنته! إزاي! إزاي يا جماعة! هو بيتعامل إزاي إن هو بشر وهو شيطان! يا ساتر يا رب! المهم موزان ده وهُم واقفين بيتكلموا، لمح واحد ماشي راح مدّي له ضربة كده إيه، في السكرتة، الراجل التاني راح متحول لشيطان على طول. ساعتها تانجيرو اتأكد إن هو ده الراجل اللي دخل قتل عيلته. بس تانجيرو بقى هيعمل إيه، هيروح يمسك الشيطان عشان هو الشيطان، هيحاول إن هو يقتل في الناس، وفي وسط الزحمة دي موزان هياخد عيلته ويتّكل على الله، أو مش هيتّكل على الله علشان هو شيطان، استغفر الله العظيم يا رب. تانجيرو بقى هيزعق جامد وهيقول لموزان: "خلّي بالك أنا هاقطع لك رقبتك، مش هاسيبك يا موزان على اللي أنت عملته يا موزان، مش هاسيبك." لمّا هتيجي الشرطة وكده وهتحاول إن هي تقبض على تانجيرو، فجأة هيظهر شيطانة بتستخدم السحر كده أو حاجة بحيث إن هي إيه، تلهي الناس، وهتروح لتانجيرو بقى عشان تاخده من وسط الزحمة دي. موزان هيستدعي 2 شياطين كده من تحت إيده، ويقول له: "هاتوا لي راس الواد ده بقى." المهم تانجيرو هو وأخته هيروحوا مع الشيطان الصغير كده اللي هو كان تبع الشيطانة التانية اللي عملت السحر، هيروحوا علشان إيه، يعني هيروحوا معاهم البيت وكده، وطبعًا البيت مخفي عشان ما حدش إيه، ييجي وراهم. جيرو طبعًا هيسألها السؤال المعتاد وهو أنتِ تعرفي ترجّعي الشيطان تاني بني آدم؟ هتقول له: "أنا باعمل تجارب، بس هاحتاج دم شيطان من الشياطين القوية، هاحتاج دم كده فهتساعدني؟" وفي وسط ما هُم قاعدين، فجأة كورة هتدخل تدمّر البيت، ويظهر الشيطانين اللي هو بعتهم موزان،
واقفين بره، وهيحاولوا إن هم يقتلوا كل اللي في البيت. الشيطانة هتفضل ترمي الكور، هتخش تدمر البيت اللي هم كانوا فيه. في كورة بقى كانت هتيجي على الشيطانة اللي بيحميها الشيطان الصغير ده. المهم ايه، الكرة هيجي يقف قدامها علشان ما تجيش ناحيتها او بيبعد عنها، فجأة الكرة بتغير مسارها وراح ايه مطيرة رقبته. طبعا مش هيحصل له حاجة علشان ده شيطان، هو كده كده هتتجدد تاني، بس ايه هتاخد وقت. تتحدف كرة على تنجيرو، هيقدر ان هو يطعنها بالسيف اللي معاه، بس برضه هتيجي ناحيته، فهو هيحاول يشوف ويفهم هي بتتحرك ازاي. اكيد في حاجة بتحركها غير الضربة بتاعت البنت. وفي وسط المعركة الشيطانة دي هتقول أنا من الشياطين الأقمار ال12، فدول شكلهم مجموعة قوية جدا. وفجأة هتطلع يد تاني من جسمها، بقت شبه العنكبوتة، راحت مطلعة كور زيادة وبتحاول تهجم على تانجيرو. بس تانجيرو ده واد قرد، بيعرف ازاي يعدي منهم. يشيرو الشيطان ده هيدي لتانجيرو زي تعويذة كده يحطها على دماغه، يقدر يشوف اتجاه الأسهم، فهيطلب من أخته إنها تروح لمين، للشيطان اللي بيعمل الأسهم دول. ففي تنجيرو في ضربة واحدة يقدر يقطع الست كور اللي البت حدفتهم، وهيروح يقطع دراعاتها. تنجيرو هيروح يتخانق هو مع الشيطان بتاع الأسهم، وهيسيب أخته للبت بتاعت الكور، وهيروح علشان يضرب الشيطان. فالتاني طبعا هيستخدم قدرته الخاصة في إن هو يطلع أسهم تفضل تضرب بقى في تنجيرو يمين وشمال. نروح بقى للناحية التانية، نيزوكو وهي بتتخانق مع البنت التانية دي، فالشيطانة دي هتضرب كورة، نيزوكو هتفتكر إنها تعرف تشوطها زي كرة القدم، هتلاقي رجلها اتقطعت. الشيطانة راح ضربها بقى مدخلها البيت تاني، بتقول لها خش جوه خش جوه دلوقتي. رجع تنجيرو ذكي تاني، عمل ايه بقى، بدل ما يحارب الأسهم استخدمهم في الضربة بتاعته، وقدر يقتل الشيطان ده. ولد بعد ما الشيطان ده رقبته هتتقطع، هيسيب لي تانجيرو شوية أسهم كده بقى يودوه يمين وشمال، بس تانجيرو هيفضل يضرب في ضربات مية بحيث إن هو إيه ما يضربش، ما يروحش في نفس الاتجاه. هيقع وقعة هتتكسر بقى ضلوعه وجسمه، بس هيفكر في مين؟ هيفكر في أخته والباقيين. عيل جدع، بقول لكم أنا قلت لكم من أول إيه، من أول حلقة إن هو جدع. في الجانب الآخر بقى، والبنت بتحاول إنها تضرب يوشيميرو ده، فالمهم إن نيزوكو هتطلع وتصد ضربة من ضرباتها. الظاهر إن الست التانية دي اديتها حقنة قوتها، وهندخل ماتش كورة بقى ما بين نيزوكو وما بين الشيطان اللي بتضرب بالكور دي. هيفضلوا يلعبوا سدة ردة كده لحد ما إيه، تامايو دي اللي هي الدكتورة هتقف وهتعمل حاجة زي لعنة كده، هتستنى الشيطانة التانية تقول كلمة معينة وتقول لها شكرا انت كده لبستي، وفجأة هيطلع 3 أيادي كده من الشيطانة وتودعنا. وتقف بقى تقول لتنجيرو إن دول مش شياطين الأقمار ال12، لأن الشياطين الأقمار ال12 بيتكتب على عينيهم الأرقام بتاعتهم، ودول كانوا ضعاف جدا جدا بالنسبة لشياطين الأقمار ال12. تامايو دي هتقف تخير تانجيرو إن هو يسيب نيزوكو معاها علشان إيه، يعني تعالجها وكده. فهو هيخير أخته، عايزة تروحي معاهم ولا عايزة تفضلي معايا؟ فالبنت هتفضل أصيلة بصراحة وهتفضل معاه وتقول له زي ما بدأناها سوا هننهيها سوا يا أخويا. بس طبعا هي ما اتكلمتش. هيجي له غراب علشان يخليه يروح بقى المكان الجديد. يا عم سيبني يا عم، عايز ارتاح، بقول لك عظمي اتكسرت. طب اريح العظمه، اكل لي لقمه، اشرب لي كوبايه شاي، مفيش كده. المهم هم واقفين، هيبص يلاقي الواد ابو شعر اصفر بيتحايل على بنت انها تتجوزه. عصفور الواد الاصفر ده هيروح يشتكي تنجيرو على اللي بيعمله. يا باشا مغلبني، ما بيسمعش الكلام، ما بيعملش حاجه غير ان هو يمشي ورا البنات، يعني ارجوك شوف لي حل. هيروح تانجيرو يحاول يبعد الواد بقى عن البنت، فالبنت بعد ما خدت نفسها كده رجعت تاني قعدت تضربه بالأقلام. المهم الواد هيطلب طلب غريب قوي من تانجيرو، بيقول له انا عايزك تحميني علشان اعرف اتجوز، انا عايز اتجوز يا عم قبل ما اموت. بس قال له اسمه زينيتسو. بيقول له انا احميك ازاي، هو انت مش سياف زيي؟ يعني انا احميك ازاي؟ وبعدين انت ايه اللي طالما انت كده ضعيف، ايه اللي دخلك اختبار قتيل الشياطين؟ قال له عشان انا كان عليا ديون، واللي علمني قال لي لازم تخش الاختبار. اعمل ايه؟ الواد هيخاف، الواد شكله جبان قوي، خاف لما لقى الغراب بيتكلم. الغراب طبعا بيوديهم على مهمة جديدة هما الاتنين سوا. الواد ده طلع عنده حاسة سمع قوية، ويروحوا يقفوا قدام قصر مليان شياطين. تانجيرو هيلاقي عيلين صغيرين، هيروح لهم يقول لهم انتوا واقفين هنا ليه يا ابني؟ ومش عند بيتكم ليه؟ اتكلوا على الله من هنا، ده مكان شغل. قال لهم اصل في حد جه خطف اخونا الكبير واحنا عايزين اخونا الكبير. قال لهم خلاص ما تقلقوش انا هروح اجيبه. فجأة هيلاقوا واحد طار من الشباك ومات. تنجيرو هيروح يقول للعيلين الصغيرين هو ده اخوكوا الكبير؟ قالوا له لا. قال لهم خلاص انا هدخل بقى انا وصاحبي ده نتصرف جوه نشوف ايه القصه. فطبعا هيحايل على زيناتسو يلا يا عم الحاج نخش. هيقول له انا خايف. قال له يا عم احنا اللي المفروض نخش جوه، مش احنا اللي المفروض نخاف. قال له انا خايف. المهم ان هو هيقنعه ويدخله. هيسيب اخته نيزوكو بالصندوق
مع العيلين الصغيرين، وهيدخل هو ومين وزينوتسو. العيلين الصغيرين هيسيبوا الصندوق وهيجروا وراهم. البنت هتفضل مع تانجيرو، والواد هيفضل مع مين، مع زينوتسو. فجأة هيسمعوا صوت طبلة، المكان اتغير، كل واحد بقى في حتة. المهم زينوتسو ده هيحاول يهرب او هيحاول يخرج تاني من القصر، هو الواد اللي معاه. الواد هيقول له يا عم هو انت شايل السيف ليه؟ طالما مش قد الحاجة ما تشيلهاش. قال له ايوه فعلا انا مش قد الحاجة، طب تعالى نخرج بره بس ونشوف القصة دي بره، مش هفضل هنا. المهم وهو بيفتح باب كده لقى ايه، شخص تاني لابس راس خنزير. اول ما يفتح له الباب هيلاقيه جري، وهيظهر شيطان بقى لتانجيرو والبت اللي معاه. فتانجيرو هيحاول ان هو يهاجمه كده، بس الشيطان هيضرب ضربة على الطبلة بتاعته، هيلاقي ان الايه، الأوضة لف. ساعتها هيعرف ان الطبلة دي هي اللي بتغير الأوض، وهي اللي بتلف الايه، القصر. هيظهر البني آدم أبو راس خنزير ده، بس شكله كده في حاجة في دماغه، تعبان في دماغه يعني. المهم إيه، هيقف ويدوس برجله على البت الصغيرة. تانجيرو هيستغرب، يا عم ما تبعد رجلك عن البت الصغيرة. بعد كده الراجل أبو راس خنزير هيروح يتخانق مع تانجيرو. الله، هو بيهاجمني ليه ده؟ تانجيرو واقف مستغرب. بعد كده شيطان الطبل ده هيضرب ضربة هتكسر الأرض من حواليهم، هيبعدوا عن بعض. بعد كده في ضربة تانية هتتضرب، هيبقى كل واحد في أوضة. في الناحية التانية بقى زينوتسو والواد اللي معاه لسه بيحاول يخرج من القصر هو والواد. فالواد مستغرب، انت جبان ازاي كده؟ ده انا اشجع منك يا جدع. قال له وطي صوتك وطي صوتك هيسمعونا ويجوا. وفجأة فعلا يظهر عفريت. قال له مش قلت لك، مش قلت لك. هيجروا منه، وزينوتسو تقريبا هيغمى عليه. بس الشيطان بيحاول يضرب بلسانه جامد علشان ياكلهم. بس فجأة حصل ضربة كده قطعت لسان الشيطان. زينوتسو واقف كأنه واحد تاني خالص. اوبا، ده طلع جامد يا جماعة. زينوتسو ده عمل حاجة اسمها تنفس الرعد. انا اصلا ما لمحتش، ده طير رقبة الشيطان على طول. طب ما انت جامد اهو يا ابني، امال الجبان ازاي؟ فجأة هيفوق وهيفتكر ان الواد الصغير هو اللي انقذ حياتهم، وعنده انفصام في الشخصية ولا ايه؟ والواد ابو راس خنزير هيقابله شيطان تاني، هيعمل تنفس الوحوش ويدمره. بس انا حاسس ان الواد ده في حاجة غريبة، الواد اللي هو ابو راس خنزير ده. بس لسه نستكشف واحنا مع بعض. تانجيرو هيلاقي اخوها، وهيكتشف ان هي حاجه اسمها ماريتشي، ده دم نادر اكله بيعادل 50 يمكن 100 بني ادم. عشان كده الشياطين بتتخانق عن مين اللي ياكله. هيقف تانجيرو بقى قدام الشيطان بتاع الطبل ده، ويحاول يفهم كل طبلة بتعمل ايه علشان يعرف يهاجمه. فجأة الشيطان ده هيضرب جامد قوي على الطبل. تانجيرو هيحس ان هو دخل الغسالة، هيروح يمين وشمال وفوق وتحت وهاتك، هاتك دوران. وبيقدر تانجيرو ان هو يظبط التنفس بتاعه، ويعمل شكل من اشكال المياه، ويروح ويطير رقبة الشيطان ده. بيقول له انت خلي بالك، انت الطبل بتاعك كويس، بس انت ما كنتش محتاج تبقى شيطان، كنت تدور لك على بند ولا حاجة بدل شغلة الشيطانة دي. المهم استخدم إبرة كده علشان ياخد دم منه. وبعد ما اتملت فجأة ظهرت قطة. واحد بيظهر له حاجات غريبة، شياطين وقطط وغربان يا ساتر يا رب. هيرجع تنجيرو بقى علشان يخرج البت الصغيرة واخوها الكبير، ويطلعوا بقى من بره القصر بقى يشوف زينوتسي والواد اللي معاه. هيخرج هيلاقي زينوتسي بيحاول يحمي الصندوق من الواد ابو راس خنزير ده. تانجيرو هيشوفه بيضرب في زينوتسي، هيتحرك حركة سريعة جدا وهيديله ضربة تكسر له دروعه. والتاني عامل زي الحيوان، خد الضربة ولا كأنه هنا. قام برضه عشان يتخانق مع تانجيرو، حاجة زي الحيوان بالظبط. هو فعلا بني آدم براس خنزير. تانجيرو هيديله واحدة في الدماغ، بيقع القناع اللي هو بتاع الخنزير ده، وبيظهر الواد اللي تحتيه بيقف يقول له انا مش هاممني حاجه، انا عايز، بص انا عايز اتخانق معاك. وفي ظل ان هو واقف عمال بيتكلم يغمى عليه ويقع. المهم تانجيرو والناس اللي معاه هيبداوا يدفنوا الناس اللي ماتوا جوه في القصر. هيفوق اينوسكي ده اللي هو براس خنزير. فتانجيرو هيفهم ان هو بيحب العند، بيحب المنافسه، فهيحاول يستفزه علشان يساعدهم ان هو يدفن باقي الناس. صايع تانجيرو. الغراب هيجي بقى ويقول لهم يلا انتوا التلاتة سيبوا بقى العيال الصغيرة دي تروح لأهاليهم، وتعالوا انتوا بقى روحوا عند بيت تاني، عيلة كده تقريبا بتاعت أعشاب طبيعية. قال لهم بس استريحوا. طبعا تانجيرو مش مصدق. أخيرا هستريح أخيرا. هو أنت كان ناقص إيه اللي يحصل؟ نص دراع من دراعاتي تتقطع طيب علشان أستريح؟ هيقعدوا هما التلاتة بقى يغيروا هدومهم، ياكلوا أكلة نضيفة وحلوة. بعد كده بقى إيه، تسلمهم السراير علشان إيه يناموا. هم السراير بقى يعني بتبقى فرشة على الأرض كده. هيجي الدكتور يكشف عليهم ويلاقي ان هم عندهم اصابات جامده جدا. زينوتس بقى هيسال تانجيرو ويقول له هو انت ليه بتسافر ومعاك شيطان في الصندوق؟ فهو بقى يحكي له ويقول له ان دي مش شيطان، دي اختي. زينوتسي بقى هيكتشف ان اخته دي جميله بالنسبه له يعني. فالمهم ايه، هيقول له انت ازاي
إزاي معاك كل الجمال ده ومخبيه في الصندوق؟ الدكتور هيجي يبلغهم بقى إن هم بقوا كويسين. الغراب أول ما عرف إن هم بقوا كويسين، جه راح قال لهم يلا بينا بقى على المهمة الجاية. ده عارف أنت الناس اللي في الشغل اللي هي أنت فاهم، أنت عملت تاسكات كويسة، طب يلا خد تاسكات زيادة، خد تاسكات زيادة. المهمة بتاعتهم في جبل كده، هيوصلوا هم التلاتة. طبعا زينوتسو هيبقى خايف، هيفضل قاعد بره. هيتحرك إينوسكي وتانجيرو، هيلاقوا في واحد كده من قاتلي الشياطين مرمي على الأرض، لسه بيجروا عليه بيقولوا له خير مالك في إيه؟ فجأة اتسحب. هيروحوا هيلاقوا واحد تاني برضه من قاتلي الشياطين، هيقولوا له مالك في إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ فهمنا. هيقول لهم هو أنتوا رتبتكوا إيه؟ قالوا له إحنا ملازم. قال لهم ملازم إيه؟ ده إحنا عايزين لواءات علشان تقدر تقتل الناس اللي موجودة في الجبل ده. نذكر راح هيديله ضربة ويقول له بطل بقى، أنت هتقعد تعيط ولا إيه؟ سيبنا إحنا نعرف نتصرف، قول لنا بس مين ده. هو بيحكي لهم القصة يعني إن هُم لمّا راحوا هناك، فجأة الناس بدأت تطلّع سيوفها ويقتلوا في بعضيهم، اللي هُم قاتلي الشياطين يعني، فهُم مش فاهمين إيه اللي بيحصل. المهم إن هُم هيبعتوا فردين من الهشيرة، طبعًا إحنا لسه مش عارفين إيه الهشيرة دي، بس هيتبعت فردين علشان إيه، ييجوا ينقذوا الناس اللي في الجبل، لإن الناس المبتدئة أكيد طبعًا مش هتنفع. زينوتسو هيبقى قاعد برّه، العصفور هييجي يفوّقه ويقول له: "فوق، الحق نيزوكو جوّه." قال: "إيه، نيزوكو؟" يا نهار أبيض! راح واخد بعضه راح داخل جري في الجبل. تانجيرو هياخد باله إن هُم بيتحكم فيهم، إن حد بيتحكم فيهم بخيوط، فهيقول ليونوسكي يالّا قطّع الخيوط بقى، ورّيني همتك كده يا بطل. وفعلًا يونوسكو هيطير يقطّع كل الخيوط اللي عند الناس. نكتشف برضه إن العناكب الصغيرة هي اللي بتعمل الخيوط عند الناس. تانجيرو بقى هيطلب من يونوسكي ده، يقول له لو تعرف بقى تجيب لنا مكان الست الشيطانة دي اللي بتعمل الخيوط. قال له بس كده؟ اصبر عليّا، هنعمل تنفس وحش شكل سابع، عرفت المكان يا صاحبي. بس فهيتحرك تانجيرو وإينوسكي، وهيبقوا عايزين يروحوا للشيطانة اللي هتتحكم في مين؟ في قاتل الشياطين التانيين. بس وهُم رايحين للشيطانة دي هيلاقوا ناس برضه متحكمة فيهم، بس إيه أقويا شوية. فتانجيرو هتيجي له فكرة ذكية جدًا، قال بما إنها كده بتتحكم فيهم بخيوط، طب ما تيجي نشبك الخيوط في حاجة. راح إيه، حادف واحدة فوق الشجرة، فاتعلقت بقى. الواد إينوسكي ده غريب جدًا. والله. أول ما هيشوفه كده هيستفز، وهيبقى عايز يعمل زيه، وهيفضل بقى يعمل زيه بحركاته دي. يا نهار أبيض عليك! أول ما خلاص عرفوا إن هم يعلقوهم، الشيطان هتلاقي إن ما لهمش فايدة، فهتلف رقبتهم كده وتموتهم على طول. والواد زينوتسي ده عمال يدور على رزق. غريب جدًا برضه هو كمان. هو في إيه يا جماعة؟ هيطلع وحش كده بس من غير راس، هيواجه هينوسكي وتانجيرو. هينوسكي ده هيمسك تانجيرو هيحدفه لفوق أوي، فتنجيرو كده هيبُص هيلاقي المكان اللي مستخبية فيه الشيطانة دي. هيقول لها: "هو أنتِ هنا وإحنا بندوّر عليكِ من أول ما دخلنا الجبل؟ تعالي." بضربة سيف راح مطيّر لها رقبتها. وزينوتسي ده لسه بيدوّر على نيزوكو، هيطلع له عنكبوت براس بني آدم. يا نهار أبيض! أنا عايز أقول لك إن زينيتسو ده أصلًا بيخاف من الضِل بتاعه، يعني تخيل لمّا يشوف حاجة زي كده، أكيد اترعب جدًا. هيجري من العنكبوت أبو راس بني آدم كده، هيلاقي نفسه وسط كل العناكب أم راس بني آدم. يقول يا ساتر يا رب، هو في إيه اللي بيحصل هنا؟ ده مصنع تحويل البني آدمين لعناكب والّا إيه؟ هيظهر له بقى عنكبوت ضخم جدًا، فهيخاف منه. الفكرة إن ما فيش شبشب هيجيب العنكبوت ده. هنقتله بأنهي شبشب بقى؟ ما فيش شبشب بحجم العنكبوت ده على فكرة. أوبا! العنكبوت ده هيتكلم ويقول له خلّي بالك أنت بقى في جسمك سم، قدامك 30 دقيقة وتيجي تشرّف مع أخواتك هنا. زينوتس ده بقى هيجري وإيه، ويستخبى فوق شجرة، هيقول له بالله عليك أنا مش عايز عناكب تاني، كفاية. أنا ولا عندي حبيبة ولا عندي أصدقاء ولا عندي أي حاجة، يعني سيبني أعيش، سيبني. أوه! ده جابوا قصته. ده الواد كان شعره أسود، كان برضه مستخبي فوق شجرة، وجات صاعقة اديته واحدة فوق دماغه حوّلته أصفر. أهو من كتر الخوف هيغمى عليه، ويظهر بقى الشخص القوي بتاعه. يا لهوي! شكل العناكب فعلًا الصغيرة دي مخيف أوي، غريب. وفي قصته بقى بيقول إن جده هو اللي درّبه. جده ده كان من الهشيرة، والهشيرة دي أقوى سلاح، أقوى أفراد في قاتلي الشياطين. تقريبًا هي دي رتبة اللواءات اللي أنا قُلت عليها. يعني هُم باعتين ملازم أول، المكان ده محتاج لواءات. أوه! ده الموضوع سخن أوي، والواد زينوتسو ده طلع جامد. إيه يا جماعة القوة دي؟ بقى يتحرك بسرعة، وبقى في شكل برق ورعد في كل حتة، حتى الشيطان خاف منه. ده هرب وراح بيته، بس الواد ما سابوش، جري وراه وطلع وادّى له ضربة. أوه! الواد ده بقى لازم يغمى عليه كل شوية. هيمشي تانجيرو بقى وينوسكي هيحاولوا يدوروا على الباقي،
باقي الشياطين فهيلاقوا فعلًا إيه، شيطانة صغيرة لسه هيجري علشان يضربها، نادِت على باباها، ظهر واحد ب20 عين، أوه! وبدأت الخناقة ما بين الشيطان ده وينوسكي وتانجيرو، الشيطان لسه هيضرب إيه، ينوسكي وتانجيرو هييجي يدّي له بالسيف، السيف ما بيعملش حاجة، والشيطان ما عليهوش غير حتّة إيه، ما تقرّبوش من عيلتي، ما تقرّبوش من عيلتي، مش فاهم، أنت حافظها، أنت مش حافظ غيرها، يعني هو ده بس المُخرج مفهّمك قصدي المؤلف مفهّمك كده، إن أنت تقول ما تقرّبوش من عيلتي، ما تقرّبوش من عيلتي، لأ بس قوي أوي يا جماعة، ده عمّال بيطيّر فيهم وهُم مش عارفين يدّوا له ضربة، تانجيرو قال ما بدّيهاش بقى، أشوف لي شجرة أقطعها، قطع له شجرة وقال لك يالّا يمكن تنزل عليه تهدّه، المهم تانجيرو بيعمل حسابه بقى ويقول إيه، وبيجهّز أقوى ضربة عنده علشان أول ما الشيطان ده يطلع من تحت الشجرة يدّيها له، بس وهو جاي يضربه الشيطان راح ماسك الشجرة، راح شايط تانجيرو بعيد، عامل زي ضربات الجزاء لمّا حد بييجي يشوطها ونقول له أنت اصطدت كام عصفورة والّا اصطدت كام حمامة من فوق، يا نهار أبيض! ده سافر، ده رجع تاني عند المُعلِّم باين. تانجيرو ده بقى إيه، لقى نَفْسه عند الشيطان روي وبيعذِّب أخته باين، بيقول له: "أنت بتعمل إيه يا مجنون؟ سيب البت في حالها." قال له: "أنت مالك يا عم؟ واحد مع أخته، إيش دخّلك أنت؟" هيظهر واحد من قاتلي الشياطين، من الناس اللي ما لهاش دور، اللي هي الكومبارسات، هيقول: "إيه ده؟ شيطان صغير؟ حلو ده، هاقتله وآخُد ترقية، هاترقّى من نقيب أبقى رائد." لسه بيجري عليه علشان يضربه، التاني بيبعت عليه خيوط، قطّع جسمه حتت حتت، يعني عمل لحمة مفرومة من الآخر يعني، ونوسكي عمّال يهرب من الشيطان الكبير ده، وعمّال يقول إيه أفكّر، أفكّر، أفكّر إزاي إيه أواجهه، بعد كده في نُص الوقت راح قال إيه ده، هو أنا بافكّر ليه؟ طب ما أهجم على طول، ما دي طريقتي، أوه! لمّا استخدم بقى السيفين مع بعض عرف يقطّع دراعه، بس خد وقت، ما أعتقدش إن هو يعرف يقطّع رقبته بالطريقة دي. الشيطان جري من إينوسكي، إيه ده في إيه؟ لا إله إلا الله. الناحية التانية بقى تانجيرو مع الواد روي ده اللي هو شيطان روي ده، فبيقول له: "بُص أنا مش هاعمل منك لحمة مفرومة، أنا هاعمل منك سجق." أوه! ده مش جري منه علشان خايف، ده جري منه علشان اتحول، بدل ما بقى عنده 20 عين بقى عنده 50 يا جماعة، عضلاته كبرت وبقى الدنيا بقت بايظة خالص. يا ساتر يا رب! الشيطان ده بقى أقوى وبقى أسرع. نوسكي خد ضربة عمّال اتبهدل، فالمهم إيه، هييجي يضربه بالسيف والّا بالسيفين اللي معاه هيتكسروا، من كتر ما الراجل قوي جدًا. راجل إيه، الشيطان ده هيعمل من نوسكي بطاطس مهروسة، والتاني كان هيعمل من تانجيرو إيه، سجق. حتى بعد ما اتحول وبقى قوي، ابعد عن عيلتي، ابعد عن عيلتي. طب غيّر الجملة طيب. الشيطان ماسك دماغ إينوسكي، وزي ما قُلت لكم هيعمل منه بطاطس مهروسة، فجأة ظهر جيو. قطّع له دراعه، جه هو اللي عمل منّه بطاطس مهروسة، والناحية التانية تانجيرو جاي برضه بيضرب بالسيف الخيط بتاع الواد، السيف هو كمان اتكسر، قال لك السيوف دي مصنوعة من معدن، قال لك السيوف دي مصنوعة مش عارف من إيه، بس طلعت ورق، وطريقة إينوسكي المعتادة، أول ما هيشوف حد قوي هينبهر، ويقول له يالّا يا صاحبي نتخانق، يقول له بس يا حبيبي، بس يا بابا، أنا كبير عليك، روح ارجع اتدرب تاني. قال له: "أصل أنت هزمت بصراحة الشيطان من الأقمار ال12." قال له: "أنت كنت مفكّر إن ده شيطان من الأقمار ال12؟ ده أنت غلبان والله، مش قُلت لك يا حبيبي روح التدريب." المهم جيو هيجيب حبل ويربط إينوس كده عشان إيه، شكله كده رغاي، وفي حتّة تانية هشيرة شبه الفراشة هتحاول إنها تعالج زينوتسي، تانجيرو هو اللي بيتطحن وشكل روي ده هو الشيطان بتاع الأقمار ال12، يودع سره في أضعف خلقه، وتانجيرو مش بيفكّر غير في حاجة واحدة، هيقول إيه للحداد بقى على السيف اللي اتكسر ده. أوه! هييجي يضربه ضربة خلاص تانجيرو راح فيها، مش هنكمّل، بس أخته بتطلع وبتاخد هي الضرب كلّه، الشيطان اللي هو روي ده هينبهر من اللي حصل، هو أصلًا طول حياته بيدوّر على عيلة تكون حقيقية، عيلة بتخاف على بعض، مش بتخاف من بعض، فيعرض على تانجيرو عرض، يقول له: "تاخد أختي وآخد أختك؟" بيقول له تانجيرو: "هات أختك." يقول له: "على جثتي." قال له: "طب ما أنت كده أنا هاموّتك وهاخدها." قال له: "مش هيحصل، أنا اللي هاقطع رقبتك الأول." قال له: "هتقطع رقبة مين يا عم؟ أنا مش شيطان الأقمار ال12، أنا قوي جدًا." أوه! هي دي بقى المفاجأة. المهم في غمضة عين بيقدر روي ده يخطف نيزوكو من جنب تانجيرو من غير ما يحس. يا جماعة ما فيش حد ييجي يلحقهم، يا جماعة الشيطان لمّا يعرف إن جيرو ضعيف هيقول له: "هو أنت مفكر إن أنت هتعرف تقطع لي رقبتي بالسيف اللي معاك ده؟" فهيقرّب كده ويقول له: "يالّا جرّب." ففعلًا هيجرّب هيبُص هيلاقي إن ما حصلش أي حاجة ولا خدش حتى، ربط نيزوكو فوق كده ولَف عليها الخيوط وتقريبًا بيعذّبها، يا عيني عليك يا نيزوكو. جيرو هيعرف يجمّع قوته وهيقدر إن هو يقطّع الخيوط،
الشيطان هينبهر من القوة. يقول إيه ده؟ هو بيزداد قوة كل مرة عن مرة والّا إيه؟ طب إيه العمل دلوقتي؟ طب خلاص أنا هاقوي أنا كمان الخيوط بتاعتي، وفعلًا قواها وضربوا ضربة، خلاص تانجيرو رايح فيها، رايح، بس زي ما إحنا متعودين أول ما البطل بيتزنق المخرج ما بيسيبوش، قال لك لأ، يالّا بينا بقى، نجيب لأبوه، نجيب للمعلم ييجي يدّي له كلمتين يفوّقه، يفوّقه من اللي هو فيه عشان ما خلاص ما أنت هتموت ومين اللي هيكمّل؟ مش نعرف بقى نجيب دوبلير والقصة دي، فالمهم بقى إيه، هيظهر أبوه ويقول له: "فاكر الرقصة اللي إحنا كنا بنرقصها زمان؟" قال له: "يا بابا مش وقته، رقص إيه وكلام فاضي إيه، أنا باتضرب، الحقني بأي حاجة، أي حاجة." أوه! دي الضربة بتاعة تانجيرو بعد ما عمل الطريقة بتاعة باباه بقت بدل مَيّة بقت نار، الواد ده بيبهرني بصراحة، بيبهرني، وفجأة راح قاطع الخيوط حتى بعد ما قويت قطعها، وخلاص داخل بقى خلاص، قال لا فيها لا خفيها، قشطة أنا باحب كده، قشطة، قشطة الموضوع سهل، قشطة. هو ده الكلام، هو ده الحلاوة، وهي دي حلاوة الأنمي والله العظيم. هو، 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 إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يا نهار أبيض! حتى نيزوكو ضربت ضربة كده في الخيوط نفسها، إزاي؟ إزاي يا جماعة؟ فعلًا والله العظيم معدن الحقيقي ما بيبانش غير وقت الشدة. أنا أحب أضيف comment كده في النُص، بصراحة مجهود جبار في الرسم وفي الeffects اللي موجودة في الأنمي ده. اللي موافقني يكتب كده في الكومنتات، يعني يكتب كده إن هو فعلًا الرسم والanimations اللي موجودة فظيعة، وخصوصًا المعارك عاجباني جدًا في الأنمي ده. أوه! الشيطان طلع ذكي، ما هو من الأقمار ال12. قطّع هو رقبته قبل ما تانجيرو يقطعها، اللي هو مبدأ إيه كُل نفسك قبل ما حد ياكلك، طالما هو قطّع نفسه مش هيموت، بس تانجيرو خلاص خلصان، مش هيقدر، هيعمل إيه؟ هيظهر جيرو تاني ويقدر يقطّع الخيوط قبل ما تموّت تانجيرو، ويقول للعفريت هو أنتم كام واحد؟ أنتم كام واحد على الجبل بقى؟ قال له: "خلاص كده تانجيرو سيبك أنت من الواد ده، أنا هاخلّص لك عليه." جيرو تقريبًا اتمشّى هو ما جريش حتى، اتمشّى بعد ما عمل تنفُّس مع شكل 11 حتى تانجيرو استغرب إن هو عامل 10 حاجات بس، بيقول إيه ده هو في حاجات برّه المنهج؟ المهم إيه، تانجيرو هينبهر من التقنية دي، حتى الشيطان هيحدف عليه خيوط، هيبُص هيلاقي إن الخيوط بتاعته دبلت قبل ما تروح. بعد ما الشيطان عمل ضربته، جه اتمشّى قطع رقبته، الموضوع سهل وبسيط. الشيطانة بقى كانت بتهرب تمام، اللي كانت مع روي دي وكان بيعذّبها، بس هتقابل شينوbu. الشينوبو بقى إيه، فراشات، بس شينوبو فراشات، هتضربها بالسيف، الشيطانة هتفتكر إيه ده أنتِ ما عرفتيش تقطعي رقبتي؟ أنتِ ضعيفة جدًا، قالت لها مش محتاجة، أنا باحط فيكِ سم، يالّا سلام أنتِ بقى. بس الشيطان اللي مات ده رتبته حاجة اسمها الأدنى الخامس، فما أعتقدش إن هو من ال12، أعتقد دي حاجة زي ما تقول إيه، بتأهِّل لل12، يعني بتأهِّل للشياطين ال12 والّا أنتم إيه رأيكم؟ برضه تانجيرو قلبه طيب وهيتعاطف مع الشيطان، جيرو هيقول له: "أنت برضه؟ أنت؟ ما إحنا قُلنا اتعاطف مع الشيطان." لأ، ما هو الشيطان بياكل في البشر، عيب، عيب اكبر. قال له: "لأ، هو أنا زي ما أنا، طالما الشيطان ندم على اللي عمله، فأنا بصراحة مش هاشمت يعني فيه." المهم هُم واقفين أو قاعدين، هتيجي شينوبو وتحاول إنها تضرب مين؟ نيزوكو، مين اللي هيدافع عنها؟ جيو، شينوبو هتستغرب هتقول أنت بتدافع ليه عن شيطانة؟ مش المفروض أصلًا الشيطانة دي ما ينفعش إنها تعيش مع بني آدم، والّا إحنا الكلام بتاعنا ما بيتسمعش؟ جيو بيقول لتانجيرو خد أختك واهرب، المهم البت بتقول له خلّي بالك ده بيخالف القواعد، أنت كده بتخالف القانون، الواد ما بيتكلمش، أهم حاجة عنده هو أنا فعلًا مكروه من الناس؟ سايب الدنيا كلّها بيفكّر في نَفْسه، هو حقه، حقه. المهم البت بتقول له إيه شينوبو بتقول له إيه: "أنا مشكلتي مش معاك، أنا مشكلتي مع الشيطانة اللي بتجري دي، اللي أخوها شايلها، يالّا سلام." وهتاخد بعضها وتجري، وهو مش هيسيبها هيجري وراها. إيه ده! في واحدة تانية ظهرت وبتحاول إنها تقتل نيزوكو، فتانجيرو مش هيعرف يعني يلحقها ويحميها علشان طبعًا هو جسمه متكسّر، فجاية بتضرب نيزوكو فنيزوكو اتحوّلت حتّة بسكوتة كده صغنّنة أوي. إيه ده دي بقت cute خالص، حتى جريتها غريبة أوي، يا لهوي كده. هييجي الغراب بقى ويقول لهم اعتقلوا تانجيرو ونيزوكو وهاتوهم للمقر الرئيسي، تانجيرو هيقف قدّام ناس كده الهشيرة، دول أقوى ناس موجودة في قاتلي الشياطين، زي ما قُلت لواءات، هيبدأ بقى كل واحد يقول رأيه، هنعمل إيه، مش هنعمل إيه، هنسيبهم، هنقطّع دماغهم، هنعمل إيه، حاجات زي كده. واللي يقول لك شاب cute ويقول لك الشاب ده ضعيف،
ويقول لك الشاب ده مش عارف إيه، وتنجيرو مش هَمّه غير حاجة واحدة، عمّال يدوّر على نيزوكا، بيقولوا له: "ها عندك كلمة أخيرة قبل ما نقطع رقبتها؟" بيقول لهم: "يا جماعة، يا جماعة دي أختي، ده عدّى سنتين وما كلتش أي حد خالص، إحنا مش مصدقينك يا ابني أنت بتتكلم في الفاضي، هنعمل إيه طيب؟" بعد إيه؟ "يا جماعة أنا أصلًا دخلت انضميت ليكم علشان أنا اللي عايز أشوف علاج ليها، يعني أنا جاي لكم عشان أشوف علاج، تقوموا تقتلوها؟ يعني ده اسمه كلام؟" أوه! هيظهر واحد شال الصندوق اللي فيه أخته وراح هيضربها بالسيف، هيعدّي الناحية التانية، تانجيرو يا جماعة هيتعصب وهيجري وهينط وهوبا! هيدّي بالروسية دماغ، وقّع الهشيرة. لا، 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 الموضوع لمّا بيكون ليه علاقة بأخته يا جماعة ما بيهزرش، ما بيهزرش، وفي اللحظة دي بيوصل واحد بيقولوا عليه المُعلِّم، ممكن يكون القائد بقى بتاعهم بقى أو القائد بتاع قاتلي الشياطين. مع إن المُعلِّم كان قايل في الأول إن هم مش عارفينه، بس هو طلع ظاهر أهو وطلع عارفينه. المُعلِّم ده خلّي بالكم أنا مش متطمن له، اللي هو اللي كان بيعلِّم تانجيرو ده. ادّى له قناع وقال له هيحميك وتعويذة وبتاع، اتكسر. قال له: "ما فيش قائد لفيلق قاتلي الشياطين." وموجود. أصلًا الاجتماع النُص سنوي بتاع الهشيرة وبيقول لهم: "خلاص يا جماعة أنا بالنسبة لتانجيرو ونيزوكو أنا موافق على اللي هيحصل." بس طبعًا في ناس بقى معترضة، بيقولوا: "إزاي؟ دي شطانة، يا جماعة لازم تتقتل، الصح صح والغلط غلط." بس الكلمة بتاعة المُعلِّم المفروض ما تتكسرش يا رجالة والّا إيه؟ المُعلِّم ده هيقول لهم: "أنتم عارفين إن تانجيرو قابل مُزَن؟" فكله هيستغرب، شوف إحنا بقى لنا قد إيه سنين هنا ما قابلناهوش، بقى الواد ده هيقابله؟ يا نهار أبيض! المهم واحد منهم هيحاول بقى يستفز نيزوكو علشان إيه، يبيّن إنها ممكن فعلًا إنها زي شيطانة وإنها ممكن فعلًا تأذي البني آدمين، فهيعوّر نَفْسه كده ويحاول يغريها بالدم بتاعه. نيزوكو واقفة قدّام اختبار صعب وتانجيرو بيشجعها إنها ما ت مش هتعمل حاجة، وفعلًا مش هتعمل حاجة. المُعلِّم هيقول لهم: شُفتوا؟ شينوبي بقى هتستأذن المُعلِّم وتقول له: "أنا هاخدهم بقى عندي القصر علشان أعالج تانجيرو." تانجيرو هيلاقي زينوتسو ويونوسكي موجودين هناك، موجودين على السراير كده وبيتعالجوا، هيقعدوا أسبوعين بقى ياخدوا علاجات كده وأدوية، وهيبدأوا يعملوا إيه، إطالات وتمرينات كده على خفيف. في لعبة كده تانجيرو أو اللي معاه بيخشوا مع كنوي دي اللي هي التلميذة بتاعة الشينوبو، دايمًا بتكسبهم، دايمًا بتبقى سريعة، فهو بيبقى مستغرب هي إزاي بتعمل كده، لحد ما هييجي له 3 قطاقيط صغننين كده يقولوا له إيه، التنفس يا بيه، التنفس، كل ما تتنفس صح، كل ما هتنفذ صح. بيقولوا له لازم تحافظ على التركيز طول الوقت وأنت بتعمل أي حركة، وده الصعب اللي في الموضوع. هو قاعد بيتمرّن، بتيجي له شينوبو بقى وبتحكي له إن هي برضه عندها أختها ماتت وكده، عشان كده هي متعاطفة معاه وبتقول له احمي نيزوكو مهمًا كان التمن. وبينجح تانجيرو إن هو يعني يتعامل كده مع الاختبارات، فاينوسكي وزينوتسو هيغيروا منّه بقى وهيقولوا له يالّا بقى إحنا عايزين نتمرّن زيّك وعايزين نضبّط التنفس بتاعنا زيّك. بس وهُم بيتمرّنوا بييجي الحدّاد عشان يسلّمهم السيوف الجديدة بدل اللي اتكسرت، وأخته بتعمل العادة بتاعتها، بتنام. مكان غريب كده بيظهر فيه الشياطين اللي هي الأدنى دي لحد الأقمار، تمام، اللي هي ال12 بتوع الشياطين. بعد كده بيظهر مُزان بس على شكل سِت، شيطان وبيتحوّل، شيطان وبيتلوّن. اللي هالمحه هامرجحه، ده شعار مُزان، قال بس اللي أشوفه بيتكلّم هيروح خلاص. وطبعًا هو واقف مش مبسوط من الشغل بتاعهم، بيقول لهم: "أنتم ضعاف جدًا، أنتم الهشيرة بتيجي ممكن تخلّص عليكم بضربة واحدة." زي ما شُفنا كده جيه وهو بيقتل مين، روي. وبييجي الغراب لتانجيرو بقى واللي معاه ويقول لهم: "يالّا في مهمة جديدة." هيروحوا هُم ال3 لمحطة القطر وهُم مش فاهمين هو في إيه. مش فاهمين هو البتاع ده بيتحرك إزاي، هو ده وحش والّا إيه؟ بس وبينتهي الموسم وهُم ال3 ركبوا القطر ده، وشكل بقى الموسم الجاي كده فيه حوارات. ده أنا كده محتاج أشتغل بقى على الموسم التاني. ادعمونا عشان إن شاء الله هيكون في شغل جامد جدًا، جدًا، جدًا الفترة الجاية. هاحاول برضه أضبّط جدول كده بحيث إن إحنا ننزّل الحلقات في مواعيد منتظمة.